الله يسعد أوقاتكم يا رب، صباحكم أو مساكم، ما بعرف بأي وقت رح تشوفوا الفيديو. الله يسعد أوقاتكم بكل الأوقات يا رب. كيفكم صبايا؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد، إن شاء الله ينال إعجابكم. أول شي خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوني من اللايك والشير والكومنت الحلو مثلكم. الله يجبر بخاطركم كلياتكم، وشكرا من كل قلبي على كل تعليق حلو كتبتولي إياه بالفيديو الماضي. وخلوني كمان نرحب بالصبايا اللي فاتوا جديد على القناة. راح اقول لهم نورتوا قناتي، وان شاء الله تكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله تعجبكم. طمنوني عنكم صبايا، اكتبوا لي بالتعليقات كيفكم، شو اخباركم، شو عم تشتغلوا، شو عم تجهزوا لرمضان، شو عندكم تجهيزات، كيف هيك كيف استعدادكم النفسي لرمضان. الله يجعله هيك يعني شهر خير وبركة ويمن على الكل يا رب. ان شاء الله يكون هيك شهر يعني فرج بكل معنى الكلمة لكل انسان ولكل شخص. اليوم في عندي هيك حوسة، يعني هلا هي ما حوسة رمضان او تعزيلة رمضان. تعرفوا كل رمضان واحد بده يعزل ويزبط وما بعرف ايشو. هلا هن بيقولوا لها تعزيلة العيد، فانا ما بدي، يعني انا ما بعزل على العيد، فبعزل قبل رمضان، يعني بعزل بيتي كلياته قبل رمضان مشان انه برمضان ما اشتغل شي، وقبل العيد هيك بيومين ثلاثة بعمل مسحة بسيطة. فهي حوسة الأسبوع، يعني حوسة يعني الحوسة العادية للبيت. بقى ما بعرف عن جد، ملينا من الروتين اللي كل يوم نفس الشي. عن جد ما بعرف، يعني مشتهية إنه يعني أعمل شي، يعني غير الشي بحياتي اليومية. كل يوم نفس الشي. الله وكيلكم، بنفيق الصبح يعني بنجهز الولاد على المدرسة، بناخدهم بنروح على المدرسة، بنرجع للبيت، إن كان ما خالصين شغلنا بنخلص شغلنا. يعني حوسة اليوم بشكل عام. يمكن يا بنبرك ساعة يا ما بنبرك ساعة، حسب بقى. أنا مثلا بالنسبة لإلي بعد ما أخلص شغل البيت، إن كان في عندي وقت فراغ بقعد هيك ساعة مثلا بتفرج على الجوال، بشوف شو في شو ما في، أو بيكوني مثلا في عندي منتجة فيديو أو تظبيط فيديو، أو مثلا عندي نشر غسيل أو طوي غسيل، أو محتارة شو بدي جهز للطبخة، أو بيكون في عندي مثلا روحة على شي محل، يعني بطلع هيك بشرب فنجان قهوة عند شي حدا وبرجع. وهي يعني الطلعة من البيت ما دائما بتكون، يعني حسب بالصدفة، حسب المزاج بقى. فهون أنا بعد ما أخذت ابني على المدرسة، اجيت حست غرفة الضيوف، غرفة القعدة عفوا، وغرفة النوم، وخلصت شغلي وفتت. يعني فتت عندي كم شغلة بدي ساويهم بالمطبخ. طبعا فتتكم بالحكي وقت اللي أخذت ابني على المدرسة، شفت سلفتي وقالت لي إنه يعني تعي اطلعي لعنا اليوم بدنا نساوي كباب. فقلت لها ما بعرف برد لك خبر، يعني بجوز أطلع بجوز ما أطلع، إنه ساعدهم. وقررت إني أخلص شغلي وأطلع بعدين. هلا انا في فيديو من الفيديوهات انا منزله انه دبس الفليفله كيف بينعمل. انا هي طبختها قبل بيومين، طبختها لها دبس الفليفله، ويعني بعد ما بردت حطيتها بعلبة وحطيتها بالفريزر. يلي بدها طريقة دبس الفليفلة فرح تلاقوها بصندوق الوصف، رح اترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. عن جد كتير طيبة، يعني فيكم تستعملوها للمحمرات، فيكم تستعملوها انه تبلوها فليفلة عادية، يعني انه مثلا على الفطور، بتستعمل لكل شي. ومثل ما قلت لكم رح اترك لكم رابط الفيديو تبع طريقة طبخ دبس الفلفلة بالبيت، رح اترك لكم اياه بصندوق الوصف. وهون انا طالعت هي الفلفلة على اساس اني بدي ساوي بطاطا مقلية، بس لما قررت اني بدي اطلع عند بيت حماي فرجعت الفلفلة وقلت خلص بطلع بعمل معهم كباب. وهون كمان كان في عندي فلفلة خضراء، انه خرج صمد، يعني للمخلل. كمان انا عاملة طريقة المخلل الفلفلة بفيديو سابق، كمان رح اترك لكم طريقته بصندوق الوصف. يلي بتحب تروح تشوف الطريقة تشوف الرابط هو بصندوق الوصف. عن جد النتيجة روعة، والنتيجة عن جد كتير كتير كويسة طلعت. وبنصح كل وحدة بدها تساوي مخللات البيت تتبع هاي الطريقة. وهون كمان في عندي
هدول أنا ما في عندي زرعات كتير بالبيت، في عندي بس 3 زرعات. هي يمكن اسمها صالونة، والله ما عاد أتذكر إيش اسمها، سداجة، ما بعرف والله، يعني نسيانة اسمها على المزبوط. يعني في عندي بس 3 زرعات. ما بعرف أسمائهم على السوا. هون وقت مرق علينا أسبوع نزل فيه تلج، فأنا كنت نسيانة هدول الزرعات برا على البلكون، وعن جد يعني ما خطر ببالي إنه يعني إنه يصير لهم شي. فتذكرتهم بآخر وقت كان عم ينزل فيه تلج، يعني مباشرة شلتهم وفوتهم على الغرفة لجوا. بس إيش هو كان اللي ضرب والهرب هرب في ليكو، يعني منهم يعني مسقعات، من كتر ما كان في برد فالشتلات مسقعات، يعني ما لحقتهم. فوقت اللي فوتهم لجوا حسيتهم انه ما بقى يشتغلوا، ما بعرف عن جد شو بدي اسوي لهم، كتير انقهرت عليهم. شوفوا كيف يعني تحسوها انه من السقعة وانا فوتها لجوا، يعني انحرقت الشتلة، مع انه هي الشتلة آه ضاربة فرع جديد طلعوا لها. ما بعرف اذا مبينة عليكم على الكاميرا، ضاربة فرع جديد بعد ما هيك دفي الجو شوي خلصنا يعني من الثلج والبرد. رجعت طالعتهم على البلكون وشلت منهم كل شي يبسان وكل شي يعني مضروب، وفي ورق يعني يا حرام من أرض من جذر الشتلة يبسانة لقبل آخرتها بشوي ضربة عرق أخضر. ايش قد انقهرت عليهم والله. المهم هون أنا شلت لهم العروق اليبسانة والمضروبة واللي مسقعة، ورجعت هيك زبطتهم على السوا، وعم استنى لحتى يصير ربيع مشان اقلبن. يعني مثلا الشتلة هي الصغيرة بدي ارجع اقلبها على شتلة اكبر وجيب لها تراب ان شاء الله. ايه وهيك سقيتهم بالمي، كمان هدول ما بدهم سقي مي كتير، فسقيتهم بالمي 3 طن وتركتهم على البلكون، وإن شاء الله يا رب يزبطوا. صبايا اللي عندها طريقة أو تقلي إنه إذا خربوا الشتلات أو ما خربوا تعطيني رأيها، تكتبلي بالتعليقات. هون بعد ما خلصت شغلي طلعت عند بيت حماي وصرت ساعدهم إنه بعملان الكباب، مع إنه أنا ما كتير شاطرة هيك بتبويزن. طبعا هذا شغل سلفتي، أنا عم ساعدهم بس هي اللي عم تعملون يعني هيك بهذا الشكل بالطالع. أنا ما كتير بعرف طالع إنه طالعن هيك بهذا الشكل. كمان عملت لإلي كباب عندهم، قلت عم يعملوا فبعمل لإلي. بس الغاز عند بيت حماي كان كتير هادي، فأول قلية طالعتها كانت شوي فارطة. هلا مو فارطة إنه مفتوحة، هلا رح ورجيكم اياها. هاي القلية التانية، والقلية الأولى هلا رح تشوفوها. يعني بسبب هداوة الغاز يعني فتحوا الكبايات. إن شاء الله أنا برمضان رح أعمل هاي الأكلة ببيتي. صبايا هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم يا رب. ما تنسوني من اللايك والشير والكومنت الحلو مثلكم. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم كلياتكم. لهون بيكون خلص الفيديو اليوم، رح ارجع لكم فيديو جديد وروتين جديد. دمتم بأمان الله ورعايته. سلامات صبايا.